الجيلي أيضا تم؟ نحن أكدنا بالأمس، أصدرنا بيانا وضحنا فيه أن القوات المسلحة قد طردت ميليشيا الدقل الإرهابية من مصفات الجيلي ومن أيضا مواقع التصنيع الحربي بمنطقة شمال الجيلي. الآن أؤكد لكم أن مصفات الجيلي هي تحت سيطرة قواتنا المسلحة، تتواجد بها جحافل القوات المسلحة، وهي نظيفة وخالية تماما من أي متمرد وأي عميل. صحيح أنهم قد أحرقوها، صحيح أنهم قد ارتكبوا هذا الجرم الذي هو ليس بغريب على سلوكهم، ولكن بإذن الله وبإرادة أبناء السودان وبإرادة شعبه قادرون بإذن الله على أن نعمر هذا المصفى ونشيد أكثر من مصفى بإذن الله تعالى. الأوضاع في الأردن بحري. هذه القوات التي وصلت وتلاحمت مع أبطال العبور الذين تلاحموا مع أبطال الصمود هنا في القيادة العامة، هم شقوا طريقهم من وادي سيدنا ومرورا ببحري حتى وصلوا إلى هذا إلى الخرطوم، إلى هذا المكان. وما زالت هنالك طبعا بعض الجيوب تعمل القوات على نظافتها، وسيتم ذلك بإذن الله بأجل ما يتيسر إن شاء الله. سيد العميد، بالنسبة للشهداء يعني كنا في الخارج نسمع عن أرقام، ولكن اليوم تبين أن الرقم كبير جدا. هل أرقام ممكن تذكر بالذات مثلا القيادة العامة وشهداء القيادة العامة؟ الحرب طبعا وقودها الجنود ومهرها الدماء والعرق والدموع. الشهداء هم طبعا يعني نحن نزف لهم هذه التحية، وهم بفضلهم نحن موجودون في هذا المكان، وهم الذين دفعوا ثمن بقاء هذه الأمة وتماسكها والحفاظ على كبريائها وإرادتها بدمائهم الطاهرة الزكية. نحن نترحم عليهم ونعزي أسرهم، وهم كسر، ولكن بإذن الله يعني هم عزاءنا أنهم قد قدموا أرواحهم راضين وبكل طيب خاطر. وكل من يرتدي القوات زي القوات المسلحة هو عبارة عن مشروع شهيد بإذن الله. طيب سعادتك برضه علمنا أنه هنالك ميليشيا تستقيل بعض السفارات، بعض السفارات المباني الدبلوماسية في تدوينها للمواطنين في الأحياء البعيدة منها. هذه الميليشيا المتمردة لم خرقت كل قانون وكل عرف ممكن أن يتخيله البشر من قوانين وأعراف الحرب، وارتكبت أسوأ أنواع الانتهاكات. ومنذ اللحظة الأولى لم تراعي الاتفاقيات القنصلية التي تحكم وتحمي القنصليات ومقراتها في أي مكان. هم استغلوها منذ أول لحظة واتخذوها قواعد لهم، وهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. تعرضوا لها بالسلب وتعرضوا لها بالنهب، ونحن قد أوضحنا ذلك في الأيام الأولى من هذه الحرب. وهم طبعا لم يردعهم أبدا أن هذه هي مباني تتمتع ومقرات تتمتع بوضع خاص بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وذهبوا إلى أبعد من ذلك. هم أناس استخدموا المستشفيات واستخدموا منازل المواطنين لكي تنطلق منها عملياتهم. فليس بمستغرب أبدا أنهم قد سلكوا هذا المسلك واتبعوا هذا السلوك الذي تدينه كل القوانين وكل الأعراف الدولية. نحن نستفسر انه الوسيله اللي ممكن الحكومه السودانيه تتبعها هي تغني عن المجتمع الدولي انه الناس يستغلوا هذه المباني عندها حمايه. يعني الجيش كيف هو يستمر؟ هل يعني سيسكت عن هذه المساله، ام الوسيله التي يقنع بها العالم بانه هذه المساله محرمه وهؤلاء ينتهكونها وما يزال يضر من الشعب السوداني؟ القوات المسلحة أصدرت عدد كبير جدا من البيانات والبلاغات بشأن هذه الانتهاكات، وفصلتها تفصيلا دقيقا، وحتى يعني وصل الأمر إلى أن مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة قد رفعت تقارير واضحة جدا وشفهية ومكتوبة إلى المجتمع الدولي. والمجتمع الدولي طبعا هو ليس بحاجة إلى أن يعرف أو أن يتم تذكيره بأن هذا انتهاك واضح وصريح. قائمة الانتهاكات كما ذكرت لك هي قائمة طويلة جدا ومتنوعة،
وبها كل أنواع الانتهاكات التي يمكن أن يتخيلها المرء في أي نزاع مسلح. ساعتك في منطقتين متعارضين فيهم بالكاشف تحديدا المنطقه بتاعت شمال الجزيره الرئيس والكامل لانه ما زالت وهتعمل السلاح موجوده. أولا نحن يعني فاشر السلطان شنب الأسد هذه المدينة التي لن تموت، وهذه المدينة التي يعني أصبح استقبلت وصدت ودحرت أكثر من 179 هجمة بمختلف أنواع الأسلحة وبمختلف الأنواع والأشكال. الفاشر القوات الموجودة بها قوات الفرقة السادسة، المقاومة الشعبية والمتطوعين كلهم ما زالوا صامدين وما زالوا متمسكين بمواقعهم وما زالوا يكبدون ويوقعون بهذا العدو أكبر الضربات وأقصاها. ولعلنا تابعنا قبل يومين الهجوم الكبير جدا الذي يكاد يكون هو الأكبر من نوعه الذي شنته الميليشيا ومرتزقتها على مدينة الفاشر، والذي قد تم صده بكل سهولة ويسر، وتكبدت من خلاله الميليشيا خسائر كبيرة جدا جدا، مئات من القتلى ومئات من المصابين وخسائر كبيرة جدا، تدمير عدد كبير من عتادهم العسكري. نحن ليس في الفاشر وحدها. أنت ذكرت الحصحيصة، أنا أقول لك أننا عقيدي العزم والتصميم والإرادة على أن نلاحق هذه الميليشيا في كل مكان، وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن قادرون ومستطيعون على أن نطرد هذه الميليشيا تماما من أرض السودان ونطهرها ونعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد. لن أستطيع أن أحدد لك زمنا معينا، ولكن بإذن الله نحن ماضون، وهذه مسيرة هي لن تتوقف بإذن الله إلا بتحقيق النصر الكامل. معذرة سيد العميد، لكن يعني ما تزال القوات المسلحة كل ما تتقدم في منطقة تكتشف أسلحة مملوكة لدول هي تعادي السودان حتى بالأمس القريب. بصريح العبارة كل الأسلحة والعتاد العسكري الذي تم العثور عليه وتوثيقه ورفعه بتقارير رسمية من دولة الإمارات. دولة الإمارات ما زالت مستمرة وبأقصى ما تستطيع في دعم هذه الميليشيا، وفرت لهم السلاح، وفرت لهم العتاد، وفرت لهم الأثمان التي يدفعونها لتجنيد المرتزقة الذين يقومون بالاعتداء على هذا الشعب وعلى حرماته. وهذه أدلة كثيرة ودامغة، وهو ملف كبير وضخم جدا جدا. السودان وضحه مرارا وتكرارا ورفعه إلى الجهات الدولية والمنظمات التي المعنية بهذا الأمر.